السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد فايز من قناة مشوار. النهاردة هنشرح مشكلة من أهم المشاكل اللي بتقابلنا على الكمبيوتر، وإن في بعض البرامج والألعاب ما بترضاش تشتغل رغم إننا مسطبين كل حاجة تمام، وبيظهر لنا رسالة شبه الرسالة اللي أنا هوريها لكم ديت، وهي الرسالة دي. طب إيه الحل يا محمد؟ الحل سهل وبسيط جدا، بس تابع الخطوات خطوات بسيطة. هما 4 خطوات. أول خطوة فيهم إن إحنا هندخل على الكنترول بانل، تلاقي هنا بروجرامز تك عليها، تلاقي تيرن ويندوز فيتشر أون أور أوف تك عليه، هيظهر لك القايمة دي. تنزل لتحت لغاية ما تلاقي حاجة اسمها legacy components، تلاقي جنبها علامة بلس أو زائد تتك عليها، تأكد إن دايركت بلاي معمول جنبها علامة صح وتتك أوكي. بعدها يبدأ يحمل معاك شوية، أول ما يخلص هتتك كلوز أو فينش أو هو هيقفل لوحده. وبعد ما عملنا الخطوة دي يتبقى 3 خطوات. أول خطوة اللي احنا هندخل كده على الملفات اللي أنا هسيب لك الرابط بتاعتها أسفل الوصف، أو هتلاقيها في أول تعليق. تلاقي 3 ملفات. أول ملف معانا وهو الدايركت إكس، تك عليه كليك يمين واكستراكت هير أو استخراجه هنا. بعد ما يستخرج الملفات تلاقي ظهر معاك ملفين بالمنظر ده. أول ملف هو DirectX 9 أو DirectX 9، تك عليه وتقول له يس، تك عليه accept، بعدها next. تأكد إن دي معمول عليه، إن ديت مش معمول عليها علامة صح، يعني شيل علامة الصح كده وتك next. بعدها تسيبه شوية لغاية ما يخلص، لكن هو خلص معايا اهوت. هقوم متك على finish، هرجع تاني. تلاقي هنا مكتوب DirectX 11، تك عليها، تنزل لتحت لغاية ما تلاقي حاجة اسمها DX Setup. DX Setup هو ده، تك عليه كليكتين، بعدها yes، بعدها I accept the agreement، next next، وتسيبه شوية لغاية ما يحمل ويخلص خالص. خلاص أول ما بدأ يخلص اهوت، كده هو بينهي التسطيب. وتقوم متك هنا على finish، بعدها تطلع. هنعمل فولدر جديد عشان نبدأ كده خطوة خطوة عشان ما نتلخبطش. خلصنا ملف الدايركت اكس فهنقوم حاطينه في الفولدر بتاعنا، تلاقي ملفين كمان دايركت اكس نحطه في الفولدر، كده يبقى خلصنا تمام. بعدها الخطوة التانية هتلاقي فيه ملف أو أرشيف اسمه DLL runtime، تك عليه كليك يمين، تك extract here استخراجه هنا. هيطلع معاك الأداة دي أو البرنامج ده، تك عليه كليك يمين تقول له run as administrator، تقول له yes. يقول لك install runtime back، هتقول له yes، هتسيبه يحمل ويخلص. تسيبه كده، تسيب الكمبيوتر حوالي 3 دقايق مع نفسه. بعد ما بيخلص كده بيلاقي رسالة مكتوب عليها run time back install، تك اوكي. كده يبقى احنا خلصنا ملفات ال runtime، نقوم واخدينها حاطينها في الفولدر بتاعنا. هتلاقي هنا دي ال fix، تك عليه كليك يمين وتقول له extract here أو استخراج هنا. يظهر معاك ملفين بالمنظر ده. ناخد دي الأرشيف نحطه في الفولدر، تلاقي ظهر معاك الملفين دول تمام. أول ملف اللي هو السيت اب، سيبك من الكي ده دلوقتي، هندخل على السيت اب ده الأول ونعمل له كليك يمين run as administrator، نقول له yes. بعدها هتلاقي هنا بتقول لك next، بعدها هنا next، يبدأ يحمل معاك. هتسيبه برضك 3 دقايق لغاية ما يخلص تسطيب. هتلاقيه تلقائي نقلك على المتصفح، هتطلع من المتصفح خالص، تعمل الجهاز بتاعك ريفرش كده وتسيبه 3 دقايق، وكده يبقى البرنامج اتسطب وخلاص. تك هنا على ستوب سكان، تقول له يس. اولا البرنامج ده ايه مهمته؟ هو بيشوف لك الملفات الدي ال ال الناقصه ويروح يكملها لك تمام، وفي نفس الوقت بيصلح لك ملفات الريجستري اللي بتبقى بايظه عندك.
البرنامج ده بيبقى ليك 30 يوم مدة، بتبقى مهلة لغاية ما تشتريه، ولكن هو ما بيفيدكش في حاجة في ال30 يوم دول ولا بيحل لك أي مشاكل، فبالتالي هو زي قلته. فإحنا دلوقتي هنفعله، فإحنا نطلع كده من البرنامج. دلوقتي بقى هنقوم راجعين للملف بتاعنا اللي هو اسمه K. بعدها هنقوم داخلين هنا واخدين كل الملفات دي Ctrl+C أو copy. بعدها هنيجي على الأيقونة بتاع البرنامج اللي على سطح المكتب، تك عليها كليك يمين وتقول له Open File Location. هتيجي هنا وتعمل Paste أو Ctrl+V، هيقول لك Replace، هتقول له Replace، تقوم متك Continue. تمام، وكده يبقى المفروض اللي احنا فعلنا البرنامج بتاعنا. هتيجي تدخل عليه، هيظهر لك رسالة بالمنظر ده، في ناس كتيرة هيظهر لها الرسالة بالمنظر ده. ما تقلقش، مفيش خطر خالص ولا في أي حاجة، بس أهم حاجة بس يعني ما تقلقش، يعني أنا عايزك بس تهدى، متفكرش إن ده فيروس أو ثغرات أمنية، لأ متخافش خالص، دي مشكلة بتواجه أي حد، هي واجهتني أنا قدامك أهوت، جاي بفتح البرنامج ظهرت لي. تمام، ده حلها بسيط جدا. تيجي هنا على البحث، تك ريجستري اديتور اهي أول واحدة دي، تك run as administrator. تمام، تلاقي هنا حاجة اسمها HK local machine، صح كده. بعدها هتلاقي هنا software، تك عليها، تنزل تحت لغاية ما تلاقي مايكروسوفت. فين مايكروسوفت اهي، تك عليها. بعدها ويندوز، هنا ويندوز هنا اهي، ادي ويندوز، تتك عليها. بعد ما تتك على ويندوز هتلاقي حاجة اسمها current version. فين current version؟ ثانية واحدة. حاجة هنا اسمها current version اهي، تك عليها. بعد current version هتلاقي حاجة اسمها policies. فين اهي، نزل تحت كده هتلاقي policies، تك عليها. هتلاقي حاجة اسمها system، تك عليها. تمام، بعدها على ايدك اليمين هتلاقي في حاجة اسمها enable LUA، تك على دبل كليك، وهتلاقي هنا قيمة 1 هتخليها 0. بعدها تتك اوكي. بعدها نطلع خالص، بيقول لك هنا you must restart your computer to turn off user account control. معنى كده اللي احنا لازم نعمل ريستارت، فانا هوقف الفيديو ونرجع تاني بعد ما نعمل ستارت. هنا اهوت، هنيجي ندخل البرنامج. كده البرنامج بعد ما فتح اهوت، متكين على ستارت سكاننج، وهو ممكن يطول معاك شوية في الفتح، بس ده طبيعي وعادي جدا. ندخل على ستارت سكاننج، هيبدأ يسكان معاك الجهاز ويشوف الملفات اللي ناقصة عندك، فانت سيبه شوية مع نفسه، واول ما يخلص هو هيجيب لك تنبيه. نسيبه كده معاه شوية وبعدين نرجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ما خلص اسكان بتاعه. تلاقي هنا ظهر لك كل الايرورز والاخطاء اللي عندك في الكمبيوتر. ان شاء الله انا جبت سكور عالي 627. اللي يجيب سكور اعلى من كده يكتبه لنا تحت في التعليقات. طب دلوقتي احنا عايزين نصلح الايرورز او الاخطاء دي، بتك على فيكس ايرورز، بيبدأ هو يصلح لك ويعمل الملفات الدي ال الناقصة اللي عندك جوه الملفات بتاعتك ويصلحها لك. كده بعد ما اخلص، لو عايز تتأكد تاني بتتك على ستارت سكاننج ناو، بس انا على ضمانتي بقول لك كده خلاص والدنيا تمام. وبدل ما انت بتروح تحمل الملفات الدي ال من على المواقع، لو انت عايز تحملها من هنا مباشر اسرع يعني. تمام، وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبك. لو عجبك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
ويا ريت يا ريت يا ريت يعني الدعم علشان نقدر نكمل زي ما انتم شايفين المحتوى بتاعنا. لو انت عجبك يا ريت الدعم عشان نقدر نكمل بعد كده وننزل فيديوهات اكتر. الفيديوهات بتاعتنا هتبقى حوالي 3 فيديوهات، من فيديوهين ل3 فيديوهات او 4 فيديوهات في الاسبوع. استنونا كل اسبوع ان شاء الله، هنبقى على مداومة. والسلام عليكم ورحمة الله. صحيح، الخطوة اللي احنا عملناها لما دخلنا على ريجستر اديتور، ندخل عليه اهو، نيجي على البحث، ريجستري اديتور، تك عليها، هتلاقيها مفتوح لك نفس المسار اللي احنا كنا فاتحينه قبل كده. ولو نسيت المسار انا هسيب لك، هكتبه لك هنا على الجنب بتاع الشاشة عشان تاخد بالك منه. تمام. تيجي هنا هتلاقي enable LUA اهيت، تك عليها، نرجع القيمة تاني ل1، نتك اوكي، بعدها نطلع، بعدها تعمل ريستارت للجهاز. كده يبقى الفيديو بتاعنا خلص.